شوفوا العيب والقدر في الرجال ثمنه باهظ. استدرجوا الشيخ حمد وربيعة هميرة، استدرجوهم لا صنعاء وغدروا بهم. شوفوا عندما نكف القضيتها وعمل مطرح في اليتمه، شافوه نكف القضيتها وعمل مطرح، رجعوا كيف دوروا وخططوا كيف يستدرجوه لا صنعاء. قالوا تعال وبنعطيها حقوقها ونتفاهم احنا وانت ونعطيها حقوقها وبيتها وماشي داعي للمطارح ولا. قال تم، وصل صنعاء وغدروا به. والآن الرجال والمكلف في السجن. يا قبائل الجوف والله لو تطلعوا صنعاء 100,000 رجال 100,000 قرام وتتجمعوا في صنعاء ما تقدروا تعملوا حاجة ولا تأثروا فيهم بأي شيء، وباتميعوا قضيتكم ولا يعبروا رايكم ولا تقدروا تخرجوا محبوس. جمعكم في صنعاء تمييع القضية وضياع القضية، بايفرقوكم ويخلوا شوركم مفرق وباتميع القضية في صنعاء نهائيا. ارجعوا بلادكم الجوف، امسكوا بلادكم وصحاريكم وجبالكم وديانكم واعملوا مطارح في اليتمه في بلادكم، وباتلم القبائل اللي عندكم مش بس من الجوف، قبائل اليمن باتجيكم بشكل ما يتوقعه أحد إلى اليتمه في مطارحكم، وباتجيس القضية حية وفاعلة في مطارح بلادكم في اليتمه، وباتفرضوا رايكم من الجوف، باتفرضوا رايكم من الجوف ورمالها وصحاريها. أما عندكم من صنعاء إيش باتعملوا؟ هاقد الرجال في الحبس هو المكلف ربيع الدهم والجوف، قد هي ذمره وشوعه في حق الجوف وقبائل اليمن كلها، قد هي نكف باسم اليمن. لا عاد تطلعوا شي صنعاء، ارجعوا ابقوا في الجوف وفي اليتمه، والقبائل باتجيكم بشكل لا يتوقعه أحد ولا يتخيلها أحد. كلام شوفوا أنا ذي بكلمكم كلام عصبوا عليه، هذا لا انتوا تشتوا شرف، قد دخلتوا ماذا الحين في الشرف. اليوم يومكم والناموس ناموسكم والجمال لكم. دقوا الحديد ما دام حامي، وما متى قد برد الحديد ما عاد باين عطف شيء، ما عاد باين عطف شيء. القضية لا بردت والموقف ضاع، ما عاد باين عطف لك الباطل لا في الدولة ولا في القبيلة، متى قد برد الموقف والقضية ضاعت. لكن دقوا الحديد ما دام حامي، وشوفوا المواقف ما تكعشي شور وقول مثل التجارة، لا المواقف ثمنها في حدوثها ووقتها وحينها. يحدد الواحد موقفه مع صاحبه الآن في قضية عادلة، ومش هذا امرأة ربيعة الدهم والجوف، ربيعتكم وربيعة بكيل وربيعة قبائل اليمن. أما جمعكم في صنعاء بايتمسخروا بكم وبايفرقوكم وبايذلوكم. هاقدهم الآن حابسين الرجال والمكلف في السجن. وش عاد أكبر من هذا العار؟ وش عاد أكبر من هذا العار؟ قولوا لي. إنهم محابيس الاثنين، الرجال والمكلف. ايش عاد أكبر من هذا الذمرة ومن هذا العيب ومن هذا الخيب ذي عملوه؟ لا عاد تطلعوا صنعاء ولا تتجمعوا في صنعاء ولا تنتظروا حل من صنعاء وأنتم في صنعاء. ارجعوا الجوف بلادكم، الشرف شرفكم والناموس ناموسكم. كلام عصبوا عليه. قبائل اليمن في صفكم وفي عدالة قضيتكم، والشعب اليمني في الداخل والخارج معكم. فلا تتنازلوا وتهينوا أنفسكم بتواجدكم في صنعاء. أنتم الآن في أعالي مراتب الشرف العليا بتواجدكم في بلادكم الجوف، وحاملين لواء القضية هذا ناموسها في أرضكم في الجوف، وباتخرجوا حمد وربيعة الجوف من مطارح العز والناموس في اليتمة. كلام اعصبوا عليه.